يبدأ الفيلم مع أطفال قاعدين بيلعبوا والدنيا جميلة، وفجأة جرس الإنذار ضرب وبيجي ناس بياخدوا الأطفال اللي لابسين أجازة، والواضح إنهم محبوسين في مكان غريب، والوحوش دي بتتحكم في المكان ده، يقعدوهم على كراسي عشان يستخدموا قوتهم في تدمير البرج المظلم. وهنا جيك بيقوم من الحلم على زلزال، وده كل يوم بيحصل. بعدها بتدخل عليه أمه اسمها لوري، بتقوله أنت شفت نفس الكابوس؟ فبيكذب عليها بيقول لها لا، ويجي بعدها يرسم الأحلام اللي بيشوفها زي كل يوم، وده زوج امه لان ابوه توفى من زمان. بعدها بيدخل غرفته وبيعلق الرسم على الحيط، والحاجات دي بيشوفها على طول في نفس الحلم وبيتكرر. وراح بعدها المدرسة وبرضه كان بيرسم نفس الحاجات اللي بيشوفها، وجي واحد متنمر وخدها منه، لكن بينزل عليه بالضرب، وتيجي هنا المدرسة وترجعه البيت. بعدها بيتقابل مع دكتور نفساني وبيوري له الرسومات بتاعته، وبيحكي له عن البرج المظلم والوحوش اللي لابسه قناع، لكن مش بيقتنع بكلامه وكل التخاريف دي. الدكتور بيقول له طب وبعد ما البرج بيتدمر بتشوف ايه؟ بيقول له بشوف نار وضلمه. بيقول له كل اللي بتشوفه دوت تهيؤات بسبب الحادثه اللي ابوك عملها زمان. وفي نفس الوقت بيجي زلزال، وبعدها جيكي بيطلع بره الشارع وبيشوف وحش لابس قناع، وبيشوف راجل غريب بيقول له خلي بالك الناس دي عايزاك عشان بيدوروا على الاطفال المميزين، ولكن بيهرب منهم وبيركب الاتوبيس. ولما بينزل بيقابل صاحبه تيمي، وبيرجع لبيته بيلاقي امه وزوجها بيتكلموا عليه. وهنا امه بتقول له احنا لازم نوديك العياده، والعياده دي تشبه المخيمات وفيها مرضى نفسيين. بعدها بيدخل اوضته وبيفضل يبص على الرسومات بتاعته، وبيجي يرجع للخبر بتاع موت ابوه، وبيجي يفكر ان هو يشيل كل الرسومات عشان ينام مرتاح وما يفكرش تاني في الكوابيس، لكن بيحصل العكس، وبيشوف كابوس تاني، وبيظهر في الحلم راجل عنده قوه خارقه وبيولع في الراجل اللي على الارض. بعدها بيشوف شاب وابوه، وهنا بيسمعوا اصوات غريبه ويقولوا هما كده جايين علينا، وبيبداوا يقولوا كلام متعودين يقولوه على طول عشان يكونوا في كامل قوتهم. بيوصل نفس الشخص وبيقول توقف عن النفس، وبيقع ابوه على الارض وبيقول له ابنه انت عندك قوه خارقه بتمنعني عن سحري لكن مش هتدوم. يشوف بيت قديم وبيرسم اللي شافه، وبيروح لصاحبه لكن مش بيعبره، ولكن بيدور في النت عن المكان اللي شافه في الحلم لحد ما يلاقيه. دخل عليه زوج امه ويقول له جهز نفسك عشان الناس جايين ياخدوه. لما بيطلع بيلاقيهم هم نفس الناس اللي بيشوفهم في الحلم، وبيشوفهم انهم لابسين قناع. وبيدخل على امه بيقول لها هم دول الناس اللي بشوفهم، ولكن زوج امه بيعصب عليه بيقول له انا هخليهم يجي ياخدوك بالقوه، وامه بتقول له معلش ده هو يوم واحد. ولكن بعدها بيدخل الحمام وبيقدر يهرب من الشباك الصغير، وبيجري وراه واحد غريب. ولما بينزل بيشوف واحده منهم، ولكن بينزل المترو وبيطلع من الناحية التانية وبيقدر يهرب، ولكن بيشوف البيت القديم. وهنا جيكي دخل البيت وسمع أصوات مرعبة، ولقى لوحة مفاتيح بتقوله أدخل الرقم السري. وهنا كتب الرقم اللي بيشوفه في الحلم، وفتح بوابة في عالم تاني موازي. وهنا البيت نفسه بيهجم عليه وبيحاول يبلعه، والولد بيصرخ وبيقول توقف، وفعلا البيت بيقف وبيجي ينط بيلاقي نفسه في صحراء ما فيهاش حد خالص. بعدها بيكمل مشي وبيقدر يعدي من عاصفة رملية، وهنا بيشوف سفينة محطمة في نفس المكان اللي محبوس فيه الأطفال. وهنا نشوف الوحوش لابسين أقنعة بشرية وبيختاروا أطفال من كوكب الأرض. وهنا نشوف البنت بتقول للزعيم والتر إن في بوابة اتفتحت بشكل غير قانوني للعالم بتاعنا. والتر فتح بوابة عشان يشوف مين اللي طلع من البوابة والفين. وهنا جيك بيشوف نار فوق الجبل وبيروح عندها، ولكن بتطفي. وبعدها يجي واحد من وراه بيرفع عليه سلاح وبيقول له هو انت انا حلمت بيك. بيوري له الرسومات وبيقول له انت حامل السلاح، فبيقول له ما عادش في حاجه اسمها حامل السلاح، ده كان زمان، وبيسيبه يمشي. بيقول له انا جيت من عالم تاني وكنت بدور عليك، ولكن مش بيهتم بكلامه وبيسيبه يمشي. مشي وراه جيك وبيقول له انا شفتك بتتخانق مع الساحر والتر، فبيقول له انت تعرفه منين؟ اكيد انت تبعه. فبيقول له هو فين؟ بيقول له ما اعرفش، انا شفته في الحلم زي ما شفتك بالظبط. فبيسيبه. قعد يشوف الرسومات بتاعته وبيقول له ده حصل امتى؟ قال له تقريبا من سنه. فورا له رسمه بيقول له هو والتر كان موجود هنا؟ قال له ايوه. وبعدين بيقول
انا هجيبه. قال له جيكي في قرية قريبة من هنا لازم نروح هناك عشان يفسروا احلام. وهنا نشوف والتر ماشي على الارض وبيشوف بتلعب مع بنتها وبيقول لها اكرهيها، ففعلا ده اللي حصل. بعدين يروح البيت القديم اللي كان فيه جيك ويمسك خشبة صغيرة كان عليها دمه وياخدها ويروح لعشيرته اللي قاعدين يصنعوا أقنعة بشرية وبيخطفوا الأطفال. وبيروح للزعيم بتاعهم بيقول له شوف مين بيعدي من البوابات السحرية بتاعتك. بيقول له انت لازم تقتل الشيطان اللي كان بيحرس البوابة دي. ولما ده الدم بيقول له ده دم واحد بشري ذكي جدا تقريبا قدر يقتل الشيطان اللي كان بيحرس البوابة. والبنت دي بتقول له في امبارح ولد عمل مشاكل. ونيجي هنا في الغابة كان ماشي وراه جيكي لكن متأخر جدا وبدأ يشوف وحوش غريبة. ويجي هنا رولان وبيقول له ان دول بلطجية والتر. وبعدها بيمشوا من المكان وبيولعوا نار. وفضل جيكي يقول له عن المعارك اللي كان بيشوفها في الحلم. رولان بيقول له اكيد شفت ابويا لما مات. فبيقول له وكل اللي حصل ده عشان البرج. قال له ايوه. ونيجي في الواقع والتر كان بيكلم اتنين عشان ياخد عنوان البيت. وبعد ما بياخدوا بيقول لهم اقتلوا بعض. ولكن هو ماشي الناس بتتخض فبيقول لهم اهدوا راقبوا بس اللي انتوا بتشوفوه. وفعلا ده اللي بيحصل. وبعدها نشوف جيكي بيرسم على الارض وبيقول لرولان هو ايه ده؟ بيقول له دي الرسمه بتاعت العالم بتاعنا اللي هنا. وكمان قال له ان السحر عايز يدمر برج العوالم عشان يقدر ينشر السحر والشر في كل مكان. هنا جيك بيقول له نطرده احنا الاتنين ونقتله. فقال له مفيش حاجه اسمها احنا، انا لازم اشوفه وانتقم منه. وفي نفس الوقت بيستخدموا قوه الاطفال وجيكي بيشوف اللي بيحصل ويجي زلزال. فبيقول له اي ضرر بيحصل هنا بيسمع عندكم في الارض فبتوصل عندكم على هيئه زلازل. بعدها لما هما الاتنين بيناموا بيسمع صوت غريب فبيقوم يمشي وراه. اما رولان وهو نايم بيسمع صوت والتر وهو بيقول له اي حد تبعك هيموت. بعدها بيقوم يدور على جيك بيلاقيه واقف قدام ابوه وبيقول له انا مت هناك ما متش هنا. ولما يمسكه من ايده بيتحول لوحش كبير احمر وبيجي لوران بيضرب عليه رصاص وكمان بيظهر له ابوه وبيضرب عليه رصاص وبيختفي الوحش. بيقول له هما بيلعبوا على نقطة الضعف. فبيقول له هو ده اللي هيحصل لو البرج اتدمر؟ فبيقول له ايوه والوحوش هتنتشر في كل مكان. بعدها بيطلع لهم وحش غريب وبيهجم عليه وبيتعور. جيك بيحاول يمسك المسدس لكن بيروح له الوحش وبيحاول يهجم عليه وبيطلع له من كل مكان فوق الحطام. وبيجي رولان يخلص عليه يقول له انت لازم تتعالج. بيقول له لا انا بخف بسرعه. وفي نفس الوقت والتر موجود في بيت جيكي وبيقول لزوجها انت كنت عايز تبعد جيك عنك عشان امه تحبك وبيعمل كده بيقول ما تتنفسش وفعلا بيموت. وبيروح لعند ام جيك وبيقول لها اهدي تعالي وريني اللي حصل. لما دخلوا الغرفه بدا يشوف كل تحركات جيكي ويشوف حتى الرسومات بتاعته ويقدر يعرف ان جيكي عنده طاقه يقدر يدمر بيها البرج لوحده عشان كان طفل ذكي. وقال لامه انت غلطانه لانك ما صدقتيش كلامه. وفي تاني يوم رولان كان مصاب وبعدها بيكملوا مشي لحد ما وصلوا للقريه. بيتلم عليه ناس بيقولوا له احنا من زمان ما شفناش حامل للسلاح. فبيقول لهم انا عايز عراف من هنا. فجت واحده اسمها آرا فبيقول لها الطفل ده عنده رؤيه فهي عرفت الساحر. نشوف والتر هنا مع عشيرته ويقول لهم ان الطفل موجود هنا مع حامل السلاح. نيجي لوران وكانت اصابته قويه وبتقول له آرا ان جيكي عنده طاقه نادرة جدا. وهنا اخدته لعالمها وبتقول له وريني كل حاجة. وقدرت فعلا تشوف احلامه والمكان اللي فيه والتر واي حد هيوصل له هياخد 6 شهور ماشي. وهنا الحل الوحيد انهم يروحوا على الارض ويدخلوا من البوابات اللي مع عشيرة والتر وده هيحصل عشان يروحوا بشكل مباشر للمقر بتاع والتر. نيجي هنا في وقت عشاهم وبيقول لجيك انت عندكم اسلحة ورصاص نادر؟ بيقول له ايوه الدنيا جميلة هناك. بعدها بيطلع بره والاصابة بتكبر وهنا مجهزين نفسهم للعالم الارضي وبيوصل الوحوش وهجموا عليهم وشدوا سلك الكهرباء ووقفوا الباب وبدأت المعركة. وجيكي بيستخبى ورولان بيضرب فيهم واحد ورا التاني وبيروح ينقذ البنت ديت وبيجي بيتمسك في الاخر. فضل يسحب فيه ورولان مركز مع خطوات رجليه لحد ما طلع مسدس وضرب طلقة وفعلا بيقتله. وبعدها بيعدي من البوابة واحد ورا التاني وبينزل الارض ورولان بيفضل مستغرب من الناس اللي حواليه. لما عدوا من البوابة والتر كان معصب جدا. وهنا جيكي بيروح مع رولان المستشفى والدكتورة بتقول له انت هتقعد النهارده فبيسيبها ويمشي. يجي بعدها جيكي بيديله حبوب بياخدها
وبيشربوا بيبسي وبيقول انا اول مرة اكون كويس كده. وهنا والتر بيروح لآرا وبيعرف منها مكان جيك، وفي نفس الوقت جيك بيروح للراجل الغلبان اللي حذره من الوحوش اللي لابسة أقنعة بشرية. وقدر جيك يستخدم قدرته وقدر يقرأ أفكار الراجل ده وعرف فين البوابة اللي بتطلع على مكان والتر. رولاند بيقول له خلاص يا جيك عشان هيعرفوا مكانك من قدراتك. وبيروح جيك يطمن على امه، وبيوصل هنا والتر لعشيرته في الارض، وبيدخل جيك البيت بيلاقي ابوه ميت وامه ميتة محروقة، واتصدم من المنظر وقدر يشوف كل اللي حصل. ورولاند قدر يسكته عشان محدش يعرف مكانه. وبعد كده رولاند بياخد جيك وبيروح يعلمه ضرب النار، وفضلوا يرددوا الكلام اللي كان ابو رولاند بيقوله. وبعدها قال له القوة بتاعتك والسلاح بتاعي. وبعدها بيروحوا محل السلاح وبيقدر ياخد رصاص كتير. ده كان فخ عمل والتر وضرب عليه وطلع خيال، وقال لجيك اهرب بسرعة، ودخل يدور على اي مكان يطلع منه. وحوش والتر قدرت تاخد جيك، وقدر جيك يتواصل مع رولاند، وقدر رولاند يطلع من المكان. وقدر والتر ياخد جيك وبيقول لرجالته حامل السلاح جاي، ولكن رولاند كان فوق المبنى وقدر يخلص عليهم، ونزل كمان يخلص على الباقيين، بس دول قدروا يعدوا من البوابة وحطوا جيك على الجهاز. فضل جيك يقاوم، وهنا رولاند كان في معركة كبيرة مع الوحوش المقنعين. وهنا والتر فضل يلعب في أفكار جيك لحد ما الجهاز يشتغل وضرب في البرج. وبعدها بيوصل رولاند وبيطلع له والتر، وهنا بيتخانقوا ولكن السحر بيكون أقوى منه وبيقدر يضربه. وجيك بيتواصل مع رولاند وبيفكروا بالكلام اللي كان أبوه بيقوله، وهنا بيرجع له كل قوته رولاند. وهنا مسك السلاح وقدر يخدع والتر وفضل يضرب فيه لحد ما قضى عليه. وهنا حرر جيك وقدر يعدي من البوابة وضرب الجهاز، ولكن قبل ما ينزل على الارض بيختفي. وفي الاخر بيقول له ما تيجي معايا حامل السلاح، انت كده كده قاعد لوحدك ما عندكش حد، وفعلا بيروح. يلا سلام.